أهلا بيكم أصدقائي المطورين. النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا وهو الكومنتس. هنتكلم عن الكومنتس وأنواعها التلاتة. عندنا فيه كومنت، عندنا فيه دوك سترينج، وعندنا فيه الموديول دوك. أول حاجة هنتكلم عنها وهو الكومنت. إزاي إحنا نقدر نعمل كومنت وإيه فايدة الكومنت عندنا في البروجرامينج عموما أو في أي لغة برمجة. فايدة البروجرامينج أو فايدة الكومنت في البروجرامينج إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل أول حاجة نقدر إن إحنا نعمله عن طريق الهاش في لغة بايثون، وبعد كده نكتب الشيء اللي إحنا عايزينه أو المعلومة إن إحنا عايزين نوصلها. يبقى بالتالي إحنا هنكتب information about anything. يبقى بالتالي إحنا هنكتب معلومات عن أي شيء موجود عندنا في الفايل. وليكن مثلا لو أنا واجهتني مشكلة، طب إيه هي المشكلة دي؟ لو أنا مثلا عملت سطر برمجي، عملت print hello world، وعايز أعرف إن اللي بعدي إن ده أهم سطر كود عندي في الفايل، عشان هو ده السطر الوحيد اللي عندي اللي هو بيطبع كلام في التيرمينال، وهو اللي بيديني output للفايل بتاعي وبيعمل execution. فبالتالي أنا هروح جاي هنا وعامل الهاش أو علامة الشباك وبعديها this is the most important line. إن ده أهم، بعرف الديفلوبر اللي بعدي أو أي شخص لو قرأ الفايل اللي بعدي على طول يقدر إن هو يفهم إن print hello world دي هي أهم سطر كود موجود في الدوكيومنتيشن بتاعي أو في الفايل بتاعي، وبالتالي يعرف إن هو ما ينفعش إن هو يمسح. وهكذا في أمثلة كتيرة. إيه الأمثلة التانية؟ لو جاي عايز أعرف الشخص اللي بعدي اللايسنس بتاع الفايل، أو عايز أعرفه مين اللي عمل الفولدر، أو عايز أعرفه ليه الفولدر ده أو ليه الفايل ده اتعمل، فبالتالي هدخل بعد كده في حاجة اسمها الموديول دوكيومنتيشن أو الموديول دوك. إزاي بنعمل موديول دوك؟ بنعمله عن طريق إن إحنا بندوس على المالتيبل كوتيشن 3 مرات، وبعد كده بنكتب اللايسنس بتاعنا، بنكتب أي حاجة بعد كده عايزين إن إحنا نعرفها، زي مثلا تعال نظبط الشكل بتاع الكلام و write the file. مين اللي كتب الفايل ده مثلا؟ why the file created، وهكذا معلومات تانية. هنا يجي فايدة الموديول documentation، ودي المعلومات اللي بتظهر في أي فايل تاني من الفايل ده عشان تفهم الشخص اللي قدامك هو إيه فايدة الفايل ده. تعال نشوف مثال للفايل documentation. مثلا عندنا لما بنيجي نعمل import library، مش عايزك تعرف أي حاجة عن الموضوع ده، ولكن الموضوع ده كل فايدته إن هو للإلستريشن فقط، أو لإن أنا أفهمك يعني إيه الدوكيومنتيشن، الموديول دوكيومنتيشن. عندي مثلا في لايبراري أو مكتبة زي نمباي، بيعرفني هنا نمباي هو الدوكيومنتيشن بتاعها هي بتعمل إيه، إيه الحاجات اللي هي بتضيفها عندي وإيه الحاجات اللي هي بتعملها، وهكذا. بعد كده هننتقل للنقطة اللي بعدها. طيب إيه هي النقطة اللي بعدها؟ هنتكلم بعد كده عن الفانكشن دوكيومنتيشن أو الدوك سترينج. دوك سترينج زيها زي بالظبط الموديول دوكيومنتيشن أو الموديول دوك. كل وظيفتها إن إحنا بنعمل 3 أو 3 multiple quotes، وبعد كده بنكتب جواهم الكلام اللي إحنا عايزين نكتبه. وليكن مثلا this is a function. إيه ده؟ طب لحظة واحدة، هنفهم كده إن المفروض إن الكلام ده يتكتب جواه حاجة. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين الموديول دوكيومنتيشن؟ اول حاجه ان الموديول دوكيومنتيشن ده بيكون في اول الكلام، فبالتالي هو لازم ان هو يكون في اول الفولدر عشان يعرفني المعلومات اللي انا عايزها.
تاني حاجة إن الدوكيومنتيشن ده كل وظيفته إن هو يعرفني لو أنا عندي فانكشن معينة، وهنفهم بعد كده يعني إيه فانكشن. لو عندي فانكشن معينة إن هو يعرفني إيه اللي جوه الفانكشن دي، أو يعرفني الفانكشن دي بتعمل إيه بالظبط. فبالتالي لما أجي أعمل مثلا كل الفانكشن اللي أنا لسه عاملها دي، هيعرفني إن this is a function، أو هيقول لي الكلام اللي هو عن السيجمويد فانكشن دي، اللي هي دي عبارة عن إيه أو إيه فايدتها يعني. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. أتمنى إن الدرس يكون عجبكم. لو عجبكم دوس على زر الإشعارات، دوس على اللايك، واعمل اشتراك في القناة، وشكرا لكم.